ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال، ده فيديو جديد يا رب يعجبكم. عامل لكم فيديو غريب. انا كل مره اقول مقدمه انا زهقت منها. انا سبب اختفاء الفتره اللي فاتت، انا حاليا كنت بروق المكان، فكنت فاتح الكاميرا اجرب اشوف المنظر هيبقى عامل ازاي. كنت مصور فيديو ده المكان بعد ما عدلت عليه. اظن كده احسن صح؟ وهخلي بقى ايه، اصور من بعيد زي كده، بحيث ان الحاجات اللي ورايا دي تكون ابعد. كل ما تكون ابعد كل ما تكون احسن. فانا بصور دلوقتي وانا واقف. المهم يعني انا كنت غايب فين الفتره دي؟ لحظه اسد اللي هو باجي. انا الفتره دي كنت غايب فين؟ الفتره دي انا كنت مختفي عشان بشتغل، عايز اشتغل عشان عليا ضريبه للتليفون عايز ادفعها، فمضطر ان انا اشتغل، وضريبه مش خفيفه يعني. مش عارف ليه ايفون 11 ينزل عليه ضريبه 6000 جنيه. هي 5600 بس بالرسوم والحاجات دي فتوصل لها 6000 جنيه. فالمهم اول شهر رحت اشتغلته، ما كانش شهر، كان اسبوع. ليه اللي خلاني ما كملتش في الشغل ده؟ ان انا رحت هناك حاسس ان محدش مهتم. احكي ولا ما احكيش؟ فانا جيت في الشهر ده بقى، كنت شغال في العاشر في مصنع هناك. فانا حصل مشكله معايا مع السواق، فكسرت له الازاز بتاع العربيه، وانا حصل لي مشكله في الشغل وبتاع. فالمهم بعد كده المهم ان انا المشكله اتحلت ورحت الشغل تاني. بس انا ما كانش عاجبني الشغل في ايه؟ ان انا الشغل بتاعي كان عباره عن ان انا واقف كده قدام مني، جنب هنا ترابيزه، وقدام مني عمود كده حديد، وعلى شمالي ترابيزه. الترابيزه اللي على اليمين عليها شكاره، شكاير، ربطه شكاير كده، وجنبها ربطه اكياس مسمينها بطانه بنبطن بيها الشكاير. فانا كنت بعمل ايه؟ اقوم واقف كده امسك البطانه البسها للعمود، وامسك الشكاره البسها للعمود. فانا المفروض ان انا كان مطلوب مني كام شكاره في اليوم ان انا اعملهم يعني. يعني اضرب رقم كده، تخيل رقم معايا. انا هديك اختيارات، بص 100 من شكاره في 8 ساعات. تمام؟ 8 ساعات ايه؟ لا، 7 ساعات. 7 ساعات الشغل كان 7 ساعات، وكان في منهم نص ساعه بريك، يعني 6 ساعات ونص. ففي الست ساعات دول مطلوب مني كام شكاره؟ 100 مثلا، 200، يعني 500. كان مطلوب مني 1500 شكاره عشان مثلا اعمل يوميا 150 جنيه، لان ال 100 شكاره كانوا عاملين 10 جنيه. فانت ما تستغربش من الرقم. فالمهم جيت بقى بعد ما يعني انا تعبت، عايز اغير مكاني. المفروض ان عمي هو المقاول اللي مطلعني الشغل. فانا رحت الراجل اللي كان واقف بقى على الشغل ده، لقيته جاي لي تاني يوم. كنت عملت اول يوم 950 شكاره، فجيت تاني يوم لقيته جاي يقول لي ايه انت جيت تاني يوم لقيته جاي يقول لي انت يوميتك امبارح كانت 90 جنيه. قلت له كام؟ قال لي 90 جنيه. قلت له ازاي يعني 90 جنيه؟ انا مش شغال انتاج، انا شغال تحت ايد حد المفروض. انا كنتش اعرف، انا كنت شغال ثلاثه، كنت شغال لوحدي. بس قلت له انا ما اعرفش. طيب انا كنت اعرف كنت عملت بتاع 2000 ولا 3000. انا طبعا مش عارف اعمل 2000 و 3000، يعني انا كنت عامل ال 900 دول وكنت بموت. يعني تخيل تعمل كده 900 مره عشان الكياس اللي هي البطانه دي، 900 مره عشان الشكاير، تقف تعمل كده. فانت بتعمل كده عن 900 مره، فاهم؟ اللي هو خاف من عدوك مره ومن صديقك 1000 مره. لا، بعمل 1500 عشان خاطر اطلع يوميا 150 جنيه. فالمهم حصل مشكله ورحت لعمي، قال لي ما تقلقش يوميتك هتكون ثابته. يوميتي كام؟ والله العظيم ما اعرف. رحت تاني يوم قلت لعمي ما تشغلنيش في المكان ده. قال لي ماشي، تاني يوم ما يخليك ما تشتغلش. تاني يوم رحت قلت له يلا اشتغل فين؟ قال لي معلش ارجع مكانك النهارده، وتاني مره هشغلك في المكان التاني عشان حصل مشكله، ولو سبت المكان ورحت مكان تاني هيقولوا ان واسطه ومش واسطه وبتاع. قلت له يا عم ماشي يا عم مش مشكله. فرحت ايه، عملت كام بقى في اليوم ده؟ عملت بتاع 1000 شكاره. يعني 2000 مره عملت كده 1000 اللي هو امسك الشكاره. فالمهم يعني بعد ده كله خلصت الشغل، وجبت فلوس بتاع 450 جنيه ولا 500 جنيه. فصرفتهم، شحنت بيهم وعملت بيهم شويه حاجات كده. فالمهم يعني ايه، خلصوا مني. فانا قلت لا، انا عايز اشتغل عشان اجيب فلوس. فانا عملت ايه بقى؟ قلت انا عندي تابلت هبيعه واشتغل شغلانه. كنت شغال في محل بدل في ابو حماد عندنا. آه، مش هقول اسمه عشان ما يبقاش اعلان، لما يدوني فلوس هبقى اقول اسمه. المهم يعني ايه، كنت شغال ب 3000 ونص في الشهر.
عارف محدش بيشتغل بالمبلغ ده اليومين دول، بس انا قلت اي حاجه لان انا ما كنتش لاقي شغل ساعتها خالص. انا غالبا في الاغلب مش بلاقي شغل، نادرا. الشغلانه الوحيده اللي بلاقيها يا اما تكون في العاشر ويطلع عيني هناك، يا اما اشتغل في النظافه مع مقاول يطلع عيني وياخد تلات ارباع الفلوس لانهم. فالمهم رحت هناك بقى وقعدت شهر كامل، وكنت هكمل في الشغل ده وما كنتش هقعد، بس ايه اللي خلاني اقعد؟ حصل شويه مشاكل، منهم مثلا مشكله بيني وبين المدير اللي هي ايه. النهارده جالنا زبون، مثلا النهارده جالي زبون على الفرع بتاعي. احنا عندنا فرعين في ابو حماد، كان فرع في سيتي زون والفرع التاني في نفس الشارع، يعني مش هقول لكم فين. انتوا لو رحتوا سيتي زون انتوا كده خلاص عرفتوا، يعني الناس اللي في ابو حماد عارفه الفرع ده اسمه ايه والشغل ده اسمه ايه. انا كنت قايل اسمه قبل كده في الجروب حتى، اللي انا عامل لكم قناه على الواتس وقايل لكم فيها كل حاجه. المهم رحت انا بقى ايه، لقيت زبون جاي لي، قلت لا بقى انا بقالي كتير بشتغل وجالي خبره وهتعامل انا مع الزبون ده. جيت بقى اتفضل تعالى، جبت له الشوز وكل حاجه، وكانت واقفه على البدله. جبت له الشوز والحزام والكرافات كل حاجه، كل حاجه واقفه على البدله، بس لان البدله اللي عندنا في الفرع ما عجبتوش. رحنا الفرع التاني، قلت له اروح اجيب بدله من الفرع التاني واجي. رحنا انا وهو عشان ننقي بدله. اتاري فيه اساسا ما ينفعش ان انا اخد حد من فرعي اروح الفرع التاني، وحصل مشكله بسبب الموضوع ده انا ما كنتش اعرف. فالمهم بعد ما رحنا الفرع ده، جيت بنقي له البدله، قال بص انا كل البدل عجباني، فانا اروح اغير واجي عشان انقي براحتي. قلت له ماشي. راح غير. فانا رجعت الفرع بتاعي. فالمدير، في مدير بقى مش مدير الفرع، لا مدير الفروع، رن على مدير الفرع اللي انا فيه وقال له الزبون اللي كان جاي لكم راح الفرع التاني وطلع فاتوره من هناك. فاحنا كده يعتبر خساره الفرع بتاعنا لان كل فرع ليه تارجت. فالمدير جاي زعق لي كده وكان عايز يخصم لي اليوم. المهم بعد مناهده ما خصمليش اليوم. جيت بالليل بقى الزبون ده جاي، المفروض ان هو عايز يشتري البدله بتاعته، فانا قلت ياه امال مين اللي راح الفرع التاني. المهم يعني كان سوء تفاهم، فلقيت الزبون جه، قلت له ها ده كويس انك جاي. فالمهم واقف معاه بتكلم معاه، لقيته بيقول لي يلا نروح الفرع التاني نجيب البدله. فانا بقى انا ما مش عارف بقى، انا كنت ساعتها لسه ما اعرفش برضو حوار ان انا لو خدت زبون اروح انقي من هناك ده هيحصل مشكله. انا عرفت بعد ما اتخصم لي في اليوم، هقول لكم هكمل لكم. فالمهم خدته ورحت الفرع التاني، لسه بدخل لقيت بقى اسمه احمد عيد مدير الفرع التاني، جه وقال لي ايه ارجع انت ناحيه كده لورا، الزبون ده بتاعي. قلت له ليه؟ قال لي مدير الفروع قال له الزبون ده يطلع الفاتوره من الفرع ده مش من الفرع بتاع في مصطفى اللي هو انا. فالمهم الفاتوره كلها طلعت من الفرع التاني، فانا ما اعرفش طب هعمل ايه. اخد الزبون انا اتخانق على الزبون في المحل؟ لا، لان القرار جاي من المدير بتاع الفروع مش المدير بتاع الفرع الصغير ده، لا مدير الفروع اللي ماسك الفروع كلها. فاحنا عملنا ايه بقى؟ رجعت للمدير بتاعي. فهو طبعا انا كلمته على الواتس قلت له حصل 1 2 3. رحت لقيته بيقول انت مخصوم لك يوم. يا عم طب انا مخصوم لي يوم، انا هعمل ايه؟ طب الزبون انا جبته قال لي تعالى نروح الفرع التاني وانا ما اعرفش. طب يا جدعان معلش طب قولوا لي انا غلطان واستاهل الخصم ولا لا. بعد محايله ساعه لقيته بيقول لي مش هشيل الخصم. قلت له ليه؟ قال لي عشان حلفت. قلت له والله ولا عشان حلفت؟ قال لي اه عشان حلفت. المهم سبت الشغل عشان حصل معايا كام موقف تاني مش هتكلم فيهم. وحاليا يعني ما دفعتش ضريبه التليفون برضه وهقبض الشهر ده، والفلوس ده يعني هصرفها في حاجات تانية عشان مش عارف ادفع الضريبه. فان شاء الله بقى الفيديو ده يجيب مشاهدات عشان الم فلوس الضريبه بتاعه التليفون ونخلص. يا رب الفيديو ده يجيب مشاهدات كتير. انا اخر مره يعني اول مره قلت الفيديو مش هيجيب مشاهدات لقيت الفيديو جاب 64000. انا بقول ده ان شاء الله هيجيب مشاهدات، فتخيل ده هيجيب كام مشاهده بقى. فاكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله بقى هرجع لكم في فيديوهات اقوى من الاول، لان صاحبي وصديقي العزيز بلال هيعمل معايا فيديوهات بقى بعد كده في سلسله هنعملها لبتوع الثانوي، عشان انت بتاع الثانوي اللي مستني انت السلسله، انت اللي مستنيها. هنعمل لك سلسله يا عم. وبلال ده عامه هو صاحبي وزميلي جدا، انا وهو في الثانوي كنا دايما مع بعض. بس هو الحمد لله ربنا كرمه بقى في طب بيطري، طب بشري. هو دلوقتي يعني كان جايب كام 96 او 98 مش فاكر، فهو ربنا يكرمه يعني. هو كان ازهر. فهيجي بقى هننزل لكم شويه نصايح، حاجه من الاخر بقى. سيبكم من الفيديوهات بتاعت النصايح اللي انا كنت بهبط فيها دي، لان اللي جاي ده موت موت. اللي جاي موت. يعني انت يا لهوي، تخيل. عايزين بقى ايه؟
كنت عايز بقى اكلمكم في موضوع تاني، الا وهو ايه، شويه مواضيع عن كليتي. انا بقى في كليتي دي عايز هبقى اعمل لكم فيديو مع حياه ما بعد الادمن، عشان انا كنت ليدر الدفعه وسبتها. هعمل لكم فيديو حياه ما بعد الليدر، هبقى اعمل لكم فيديو انا بقى واظبط لكم الدنيا. الكادر حلو عشان انا بعد كده بصوا هفهمكم على حاجه. بصوا الحيطه هنا، انتوا اكيد يعني الناس اللي ما شافتش الفيديو بتاعي وانا بروق وانا بحول الاوضه للاستوديو وكده، فانا ما حولتهاش تحويل كامل لان السقف انتوا شايفين عامل ازاي، والحيطه دي مش كامله، فانا عملت الستاره دي هنا وهظبط الباقي يعني. فانا عايز الكادر يكون كده، كده احلى صح ولا اوحش؟ وهنرجع برضو ايه سلسله مواهب المتابعين، وسلسله هعمل لكم سلسله الضحك على الميمزات بتاعتكم. ابعتوا لي ميمزات على الانستا، وهعمل لكم بتاع ده، هعمل لكم حاجات كتير. استعدوا للفيديوهات الجايه، عايزكم تستعدوا، عايزكم تكونوا في قمه الاستعداد، لان الفيديوهات الجايه دي هتكون طرش جمدان. اني احبكم في الله. سلام. قلب اخوك، اعمل لايك وسبسكرايب وشير وكومنت عشان نرجع الريتش زي الاول، وبس كده. سلام.